اهلا يا عم، اهلا يا سيدي. لو بتشجع ريال مدريد او برشلونة اخرج من الفيديو بدل ما تعيط، ولا اقول لك خليك، ما انت كده كده هتعيط بكره. بكره نهائي دوري ابطال اوروبا، ايوه الماتش اللي انت معلمه بريال مدريد كل سنه. ما احنا خلاص بقينا في كون موازي، باريس وانتر في النهائي. ده حتى في انجلترا كل الفرق خدت بطولات، نيوكاسل وكريستال بالاس وتوتنهام وهاري كين كمان يا سيدي. باريس سان جيرمان ضد انتر ميلان في نهائي دوري الابطال. ده مش نهائي، ده كورس اوفر بين مسلسلين ملهمش علاقة ببعض. انا كنت فاكر النهائي هيبقى سيتي وبرشلونة، ريال مدريد وبايرن، انما انتر وباريس. ازاي يا عم؟ مين اللي كسر السيميوليشن؟ يعني لو بصينا كده على اللي وقع قبل النهائي ده، قبل ما نوصل هنا هنلاقي ان ريال مدريد خرج قدام ارسنال، بس ارسنال طلعت فشخر انه كسب الملكي وبعدها اتغلب من باريس رايح جاي. يعني كأنك بتكسب في الشطرنج قدام كاسبروف، وبعد كده تلاقي نفسك مغلوب من عيل عنده 6 سنين بيلعب بحصانين بس اصلا. ولو بصينا على البارسا، يا قلبي على البارسا، انت متخيل ان انتر دخل كامب نو لعب كورة مفتوحة 3-3 هناك و4-3 في السانسيرو. ده ما كانش ماتش، ده كان ماراثون اهداف. يعني الدفاع بتاع برشلونة كان بيجري ورا الكورة كأنها كيس كاراتيه طايرة في الشارع. اما الكارثة التانية، باريس سان جيرمان كسب ارسنال رايح جاي، يعني خلى ارتيتا يلبس بدلة سودا ويفكر يغير كاريره لمغني شعبي. ارسنال دخل ماتش الذهاب متحمس وخرج وهو مش فاهم حاجة، هو انا في لندن ولا في شارع الهرم من كتر ما رقصوني. وفي الاياب باريس لعبهم كأنهم فرقة استعراضية مش نادي كورة. وبص كده على باريس في اخر كام سنة، كان دايما بيوصل لبعيد وبعدين يقع بسبب الدفاع اللي هو اصلا بيشتغل بارت تايم في السيرك. بس السنة دي مفيش نجوم كبار، مفيش شوشرة، مفيش تصريحات نارية، والغريبة بيكسبوا. لما خلصوا من نيمار وميسي ومبابي فجأة بقوا فريق كورة. احنا اتعودنا ان نهائي الابطال يبقى حاجة تقيلة، رونالدو ضد ميسي، زيدان، كاكا، دروجبا، فان بيرسي. دلوقتي بقى عجيب جدا، انتر وباريس. يا جماعة ده ماتش فيفا التيميت تيم مش نهائي قار. جمهور الريال بيتفرج بيقول الحمد لله خرجنا بدري بدري. جمهور البايرن النهائي ده انا مش متابع والله. خلاص احنا خلصنا الدوري وفي الاجازة سيبنا في حالنا، واحنا كمشجعين مستنيين معجزة او على الاقل جون صاروخي نخزنه في الذاكرة ونقول يا سلام. فاكر جول جازا في 2025 باريس هيدخل يلعب بالمرتدة، يعني الجون الأول في الدقيقة 100 من كرة ميتة، انتر يمسك كورة طول الماتش وهيسجل من فاول بالغلط بعد ما الحكم اتكعبل في نفسه وقرر يحسبها تسلل، وبعدين يتراجع في الفار، وبعدين هوب بقت جول. إحساس الماتش ده يخلص 5-4 7-8 بضربات الجزاء بعد تعادل 2-2، والحارس اللي هيسجل بلانتي، وحاجات كتيرة أوي خيالية. وانا كنت متخيل الريال والسيتي، برشلونة والبايرن، ليفربول والسيتي، لكن انتر وباريس خلاص الاحلام اتكسرت والخيال موجود، وعيش براحتك يا معلم. فيا عمنا المتفرج خليك مستعد، نهائي دوري ابطال اوروبا 2025 مش عادي، مش متوقع، مش تقليدي، مش طبيعي، بس اهم حاجة هتضحك سواء على الكورة، على التحكيم، او على نفسك انك بتتفرج اصلا. هو الانتر فريق كبير وباريس فريق كبير اخر السنين، بس مين مشجع ليهم؟ لسه لسه لسه. بس كلمة حق، باريس بعد ما مشى نيمار وميسي، لا الفريق اتغير، ولويس انيركي مظبط الفريق، وعثمان ديمبلي بقى اسطورة بوجود كمان كفاراتسخيليا. اما الانتر وجود لوتارو مارتينيز وترام، وخروج برشلونة على ايد الانتر، ومجموعة الاهداف والمنافسة في الدوري الايطالي لحد اخر ماتش ضد نابولي، كل ده بيثبت ان الانتر فعلا فريق كبير. في اخر كام سنة الانتر وصل 2 نهائي، وباريس كمان وصل لتاني نهائي ليه في اخر كام سنة. يمكن بعد 5 او 6 سنين نقول يا الانتر وباريس هم الاقوياء، ولو ريال مدريد او برشلونة وصل النهائي هنقول هم ايه اللي جابهم هنا. مع ان اخر بطولة خدها الانتر كانت على ايد جوزيه مورينيو السبيشال وان. بس انا متوقع ان المباراة هتكون قوية، خصوصا ان الانتر فعلا اخر كام سنة فريق قوي جدا جدا جدا. وباريس اللي واخد الدوري الفرنسي بيلعب فيه سولو والباقي نيكست، ومش راضي يدي الدراع لأي حد في الدوري الفرنسي. متنساش تعمل لايك لو بتشجع أي فريق خرج من دور ال16، وسبسكرايب لو بتشوف إن باريس وإنتر لازم يعملوا فيلم مع بعض بدل ما يلعبوا النهائي.